هلو ازيكم احنا كده كيف يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة صحيح. Let's talk about letter C. Yes, it's letter C. C makes a sound of k, k, k. C makes a sound of k, k, k. Listen, k sound from these words like cat. C is for cat. K, k, cat. C is for cat. K, k, cat. T is for cow. K, k, cow. C is for cow. K, k, cow. C is for car. K, k, car. C is for car. K, k, car. We listen k sound from these words like k, k, cat. K, k, cat. K, k, cow. K, k, cow. And k, k, car. K, k, car. بعد ما عرفنا اللير سي وسمعنا صوته تعالوا بينا نعرف اللير سي عنده شكلين زي ما احنا متعودين، شكل كابيتال and small. تعالوا بينا نتعلم ازاي نكتب اللير سي بشكل صحيح ومظبوط. يلا بينا نشوف. يلا بينا يا حلوين، تعالوا بينا نتعلم ازاي نكتب كابيتال سي. طبعا احنا عارفين ان الكابيتال سي بيتكتب ما بين between 3 lines 1 2 3 ما بين الثلاث سطور، السطر الأولاني السطر الثاني والسطر الثالث، ده الكابيتال سي. طيب تعالوا بينا ازاي نكتب الكابيتال سي مع بعض، ده سهل خالص. Start at the top and around to the bottom. Yes يعني هنبدأ هنا من فوق ونعمل around نص دايرة around أو Start at the top and around to the bottom. up and around to the bottom. سهل خالص ده الكابيتال سي. أما السمول سي بيتكتب between two lines ما بين السطر الثاني والسطر الثالث، ده السمول سي. تعالوا بينا نشوف مع بعض احنا هنعمله سي صغنونة، يعني احنا عرفنا نكتب السي الكبيرة يبقى هنعرف نعمل سي صغنونة between two lines ما بين السطرين. اهي start to the middle. Start at the middle and around. Start at the middle and around to the bottom. Start at the middle and around to the bottom. تعالوا بينا can you find letter C، ولكن ده هسيبه لكم تعملوه في الهومورك عشان سهل خالص نقدر نحلوه لوحدكم. طب هستنى واجباتكم على letter C، هنشوف مين اشطر كتكوت هيحل واجب بسرعة وكمان هينطق صح. اشوفكم على خير، جود باي.